الاخبار والتسريبات اللي عندنا والمعطيات والملفات اللي عندنا راه كتزعزع البلاد. حنا ما كنتكلموش من الفراغ، كنتكلموا بالورقات بالوثائق. وحنا ماشي صحافه عاديه، حنا صحافه استقصائيه، عندنا المنهج العلمي، كنمشيو للبيانات، كنقلبوا على الادله والبراهين اللي يمكن لها تقلب المعادله والراي العام الوطني. وشحال مره قلبنا الراي العام الوطني ليس من فراغ، انما بالحجيه والدليل. بوليساريو غتسالي في 2025 والنهايه ديالها في 2025 بالضبط 6 في شهر 11 2025. المغاربه غادي يخرجوا كاملين في جميع المدن وهما هازين الرايات، وغيكون احتفال جماعي، والشعب غادي يحتفل احتفال جماعي. خلينا من الطبخه والخليه اللي دايرها واشنطن. عرفنا ان واشنطن دايره خليه من اجل التصنيف ديال البوليساريو كجماعه ارهابيه. خلينا من هادشي، خلينا من المكتسبات اللي عطاتنا البوليساريو حنا كمغاربه. هاد المناورات ديال الاسد الافريقي واش عرفنا ان البوليساريو هي السبب؟ وباش تكون دوله في العالم الثالث وتجي عندك الامريكان ودير المناورات ديال الاسد الافريقي وتعطيك اللوجيستيك والسلاح والتدريب على اعتى الاسلحه، ماشي سهله. راهم كيقيلوا يزوقوا ويرغبوا باش يتقربوا من الامريكان، لكن ترفض. الدوله الوحيده اللي دايره التجاره الحره هي المغرب، الدوله الوحيده اللي عندها الاباتشي في افريقيا هي المغرب. اذا حنا ما وصلنا للمخزون الاستراتيجي ديال السلاح الامريكان الا وحنا واصلين. وعلاش الاوروبيين كيسميونا بالانبياء ديال الدبلوماسيه؟ ما كنديروش ردود افعال، كنعطيو العصا في الوقيته ديالها. ماشي غير هكاك من فراغ قلنا انه البوليساريو غادي تسالي في هذا التاريخ بالضبط. هذه الحلقه غادي تقلب الموازين.